هذه اللوحة طبعا يعني نفذتها في عام 2011 لمناسبة الذكرى الألفية الخامسة على اختراع الكتابة المسمارية في العراق. كان مؤتمر الحديث الدولي في بغداد، اشترك به العديد من الباحثين الغربيين والعراقيين، وشاركت في بحث في حينها ألفاظ الكتابة في اللغات السامية. اشتركت وفاجأتهم بهذا العمل. طبعا هذا العمل يعد يعني وسيلة إيضاح في فضل الكتابة والخط وما ورد فيه من مفردات في التحث على يعني أهمية الكتابة باعتبارها عليكم السلام باعتبارها وسيلة تدوين ووسيلة حضارية، بالتأكيد هي وسيلة إخبار كذلك كسرت حاجزي الزمن والمكان. هذه النصوص انتقيتها طبعا بعناية في كل ما يحث على أهمية الكتابة بكونها يعني وسيلة حضارية للتدوين وأقدم وسيلة للتدوين. انتقيت مفردات وأقوال وآيات وحكم وأبيات شعرية في فضل الخط والكتابة، لكني لم أستخدم فقط الخط العربي ومفردات الخط العربي ويعني أنواع الخط العربي، بل تعديت إلى الكتابات السامية وكذلك الكتابات الأخرى، الكتابات كالهيروغليفية والنبطية والآرامية وغيرها من كتابات الشرق الأوسط وغيرها. كما تلاحظون هنا الزخارف يعني تباينت بين الزخارف العربية والزخارف الهندسية وكذلك الزخارف الفارسية. تلاحظون الألوان الإسلامية اللي هي اللون الذهبي والفيروزي الشذري التركواز. هنالك العديد من التصاميم في هذه كالكوفي بأنواعه 16 نوع من الكوفي، كوفي المصاحف، كوفي القيرواني، النيسابوري والأيوبي وغيرها والمملوكي وغيرها من أنواع الكوفي. الأندلسيات في حدود 4 أنواع. هذه الأعمال الأخرى مثلا هذا النوع هنا الأطواق النجمية. هنا يعني ممكن تسوي بس لا بس أجاوب على إذا ما في زحمة.